بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا ويطيب لنا أن يتجدد اللقاء معكم من قناة سلام الفضائية، وفي هذا اللقاء المتجدد مع برنامج فاسألوا أهل الذكر. في البداية بعد الترحيب بكم نرحب كذلك بضيف البرنامج فضيلة الدكتور الشيخ حسن. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. المشاهدون والمشاهدات الكرام، في لقائنا اليوم كما في ديننا الحنيف هنالك الدعوة والإرشاد لمكارم الأخلاق ومحاسنها والتحلي بها والأخذ بها، فإنه كذلك هذه الشريعة جاءت إلى التحذير وإلى الابتعاد عن كل ما حقيقة يكون من العادات ومن مساوئ الأخلاق. في لقائنا هذا اليوم في لقائنا اليوم يسعدنا أن يكون الحديث عن النميمة وإفساد ذات البين. هذا الداء وهذا مرض العضال الذي حقيقة يفتت بين بنيان المجتمع المسلم ويقوض أواصر الأخوة. حري بالمؤمن أن يتفقه فيه وأن يعرفه، سواء في نفسه أو في آثاره المتنوعة سواء على المجتمع أو غير ذلك. في البدء يسرنا أن نكون كمدخل للموضوع أن نعرف يعني النميمة ما هي وما المعني بها من حيث المصطلح اللغوي والاصطلاحي لهذه المفردة ولهذه الصفة التي لا شك أنه يعني لها من الأضرار ومن المساوئ ما سوف إن شاء الله نقف عليه ونتعرف عليه. تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حقيقة قبل الحديث عن النميمة والغيبة وغيرها مما يمكن أن يندرج إن شاء الله في حلقة اليوم المتعلقة بالنميمة وإفساد ذات البين، فقد حرصت الشريعة من ضمن ما حرصت عليه على وحدة الأمة وعلى محبتها لبعضها البعض، وقد عبر الله تبارك وتعالى عن ذلك بقوله إنما المؤمنون إخوة. وهذه الأخوة توجب على الإنسان أن يراعي هذا الموضوع من حيث النصرة ومن حيث المحبة ومن حيث التأييد ومن حيث المدافعة. فالأخوة ليست أمرا عاديا. عندما يكون لك أخ لا تقبل فيه أن يهان، ولا تقبل فيه أن يذل، ولا تقبل فيه كذلك أن تنتهك حرمته. ولذلك جاءت الشريعة بكل ما يسد منافذ البغضاء ومنافذ الإفساد البيني بين الأمة، بأن تحرم كثير من القضايا، التي فيها عموما مساس بهذه اللحمة البينية بين المسلمين وبين المؤمنين. ومن ضمن ما حرصت عليه كذلك الشريعة، حرصت على أن يكون الإنسان يراقب لسانه وأن لا يقول فيه إلا قولا حسنا، كما قال الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا. فأمر الله تبارك وتعالى أن نحرص في كلامنا أن نقول الحسنى، وأن نتجنب ما هو منكر، وأن نتجنب فحش القول. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم مع معاذ بن جبل رضي الله عنه يحدثه عليه الصلاة والسلام عن مجموعة من الخصال، ثم بعد ذلك لخص الأمر قال أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال أمسك عليك هذا، وأمسك بلسانه عليه الصلاة والسلام. فقال معاذ أو محاسبون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني هل يكب الناس في الآخرة في جهنم والعياذ بالله
على النار إلا هذه الحصائد، أي ما تحصده هذه الألسن، أي ما كانت تتكلم بهذه الألسن من الافتراء والباطل والقول على الله بغير علم والإساءة إلى الناس والنميمة والغيبة والبهتان، كل هذه تسمى حصائد الألسن. فحصائد الألسن هذه تشكل مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للإنسان، وبالتالي لا بد أن ننتبه حقيقة إلى هذا الموضوع، ونستحضر كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. فحرمت الشريعة أن يكون الإنسان يعني ساحة لأن ينال من عرضه أو أن ينال من جسده أو أن ينال من ماله، فكل ذلك مما حرمته الشريعة الإسلامية. موضوع النميمة ومعها مفردات أخرى، لكن خلينا نقول النميمة هو عبارة عن نقل الكلام من مكان إلى مكان، من شخص إلى آخر. هذا يسمى نميمة، بمعنى أن أسمع منك الكلام ثم أذهب إلى نقل هذا الكلام إلى الشخص آخر، وغالبا ما يكون مصحوب بسوء الطوية والنية في أنك تريد أن تحدث فتنة أو أن تحدث فسادا أو تحدث تباعدا بين الشخصين. فقد تنقل كلاما من زوج لزوجته أو من زوجة لزوجها، وقد تنقل كلاما بين الأقرباء، وقد تنقل كلام بين الأصدقاء، وقد تنقل كلام بين الرفقاء إلى غير ذلك. فعلى كل خلاصة الأمر فإن النميمة هي نقل الأحاديث ونقل الكلام ونقل المفردات من مكان إلى مكان. ولذلك يعني النم في اللغة العربية هو إشاعة الحديث على وجه الإشاعة والإفساد، أو نقل الكلام ورفعه على وجه الإشاعة والإفساد. وفيه على كل يعني تعاريف أخرى، لكن أظن في ذلك إن شاء الله كفاية. بارك الله فيكم. يعني في هذا الصدد أيضا يعني الصلة موجودة، وربما يأتي من يسأل ليقول ما الفرق بين الغيبة والنميمة، وأيضا فساد ذات البين. يعني هذه فكنا يعني أو تحدثنا عن علاقتها أو ما بينها من فروق يكون جيد. بارك الله فيكم. النميمة الآن قلنا بأنها نقل كلام بين شخصين. نعم. الغيبة هو عبارة عن حديث وذكر لإنسان وهو غائب ليس حاضرا في المجلس، أنت لا تنقل إليه كلام ولكنك تتكلم عنه. نعم. تتكلم عنه في صفة من صفاته أو حال من أحواله أو على كل أمر من أموره. وهذا الأمر الذي تتكلم فيه إذا عرض على صاحب المتكلم عليه لا يقبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بصورة واضحة بيّن بأن والله قالوا ما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر أخ لك في الإسلام تذكره بما يكره. فالضابط هنا واضح. أنت تقيس الموضوع، هل والله هذا الكلام لو كان الشخص حاضر سيقبله أم يرفضه؟ هذه غيبة. فعندما تتكلم عن الآخرين بكلام لا يرضونه ما لو كانوا حاضرين فإن ذلك يعرف به بالغيبة. والنميمة هي نقل للكلام بين الأطراف. طيب هذه الغيبة نفسها النبي صلى الله عليه وسلم فصل فيها، قالوا أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. نعم. قال إن كان فيه ما تقول فهي الغيبة. مش كده؟ وقد اقتبته. نعم. طيب إن لم يكن فيه ما تقول، ما هي واحد من اثنين، الكلام الذي تقوله إما مطابق للواقع أو ليس مطابق للواقع. فإن كان مطابق للواقع قلت والله إن فلان شأنه كذا وكذا وكذا، والذي قلته حقيقة وليس لأن بعض الناس يقول لك أنا قاعد أقول الحقيقة. هذه الغيبة. هذه هي الغيبة. بما أنك ذكرت هذا الموضوع في غيبة أخيك فهي الغيبة التي حذر عنها النبي، ولا يغتب بعضكم بعضا. فقد يغتب. وإن لم يكن فيه ما تقول هذا جانب آخر. طيب إذا كان والله الكلام الذي تتكلم به ليس موجودا في هذا الأخ فهو البهتان، فقد بهته. والبهتان هو الافتراء، والإفتراء طبعا والعياذ بالله ذنبه كبير وعظيم. الله المستعان. فشيخنا الكريم حقيقة
يعني لعلنا نعرج إلى يعني ما الذي يدعو يعني الإنسان إلى هذا السلوك الذي ربما يعني الذي نجزم حقيقة أنه شائن يعني. وهذا الداء يكاد حقيقة تعاني منه مجتمعاتنا اليوم يعني. حبذا لو وقفنا يعني على دواعيه حتى إن شاء الله يعني نبين للناس يعني ويعرفوا هذه الدواعي ويتجنبوها بالتالي إن شاء الله. وقبل في اللي هي نسينا موضوع الفساد ذات البين. طبعا نعم. نحن الآن قلنا النميمة نقل أي. الأقوال، والغيبة ذكر للغائب بما يكره. وذكرت أنا في مقدمة الحديث بأن الشريعة حرصت على أن تصلح ذات البين. أي حرصت على أن قال الله تبارك وأصلحوا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بين. فساد ذات البين نقيض إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين تزيل كل ما يؤدي إلى المشكلات بين الناس، البغضاء بين الناس، العداوة بين الناس، الكراهية بين الناس. جاءت الشريعة لإلغاء ذلك ليكونوا إخوة متحابين. كونوا عباد الله إيه؟ إخوانا، مش كده؟ كونوا عباد الله إخوانا. فالذي يحدث شرخ في صلاح ذات البين يقع في الدائرة بتاعت إفساد إيه؟ إفساد ذات البين. لكن إفساد ذات البين قد تكون الغيبة نفسها تحدث إفساد ذات البين، النميمة قد تحدث إفساد ذات البين كده. كثير من التصرفات في الشريعة الإسلامية جاءت مثلا في المعاملات المالية بتحريمها خشية فساد ذات البين. كثير معاملات كثيرة جدا. يعني مثلا الشريعة حرمت كثير من أنواع البيوع لأنها توقع مشكلة بين الناس. انظر إلى الشريعة حمت الإنسان المسلم في علاقته مع أخيه المسلم أن تكون على أحسن ما تكون. فإذا في معاملات تؤدي إلى إفساد ذات البين حرمتها. مثلا تلقي الركبان جاءت الشريعة بتحريمها. البيوع التي ما واضح فيها مثلا الصور جاءت لا واضح فيها الثمن ولا واضح فيها الكيل ولا فيها ضبابية أو فيها غبش وغرر إلى آخر، فيها الغرر. نعم. يقول لك والله لا، لماذا؟ يقول لك لأن ذلك يؤدي إلى فساد العلاقة بين الطرفين بين البائع والمشتري. فالشريعة تراعي هذه الأمور في كثير من التفاصيل. وبالتالي موضوع إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين لمقامه من الدين جاءت الشريعة لحمايته. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر كل ما يؤدي إلى فساد ذات البين هو الحالق. أفلا أدلكم على ما هو خير من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة اللي هو النوافل طبعا. قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، يعني أن تصلح بين الناس. هذا أهم من نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الصدقة. قال فإن فساد ذات البين هي الحالق. لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. تحلق الدين. طيب، لأنه سبحان الله لماذا تحلق الدين؟ مجرد ما العلاقات الأخوية فسدت بين الأطراف لن تجد سبحان الله هنالك عرض مصان ولا حماية للأخ الغائب أو هذا الأخ الذي أنت أفسدت العلاقة بينك وبين. ستجد كثير من الأمور تتلاشى لمجرد أن العلاقة فسدت. بس تكون الغيبة متاحة والنميمة متاحة وإفساد ذات البين، كل ذلك سيظل موجود ومستمر. وبالتالي موضوع فساد ذات البين هو النتيجة العملية لكثير من التصرفات التي يقع فيها الإنسان فتؤدي إلى، فإذا فسدت ذات البين والعياذ بالله وقع الإنسان في حالقة الدين. حالقة الدين بمعنى أحيانا كثير من الحسنات التي تحصل عليها تجدها سبحان الله تنتهي بفساد ذات البين. لماذا؟ لأنه يوم القيامة كثير من الحسنات التي جمعتها ستذهب في اتجاه كما هو حديث المفلس. حديث المفلس يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وكذا، فيؤخذ من حسناته فتوضع في الطرف الآخر في من ظلمهم وشتمهم وأساء إليه. فهذا هو الجانب لا بد من الإشارة إليه. وبالتالي هنالك علاقة بين النميمة تؤدي إلى فساد ذات البين، الغيبة ممكن تؤدي إلى فساد ذات البين، التي هي جاءت الشريعة كما قلنا لأن تصد الناس عن هذا الأمر العظيم. بالنسبة لمسألة الدوافع والأسباب، طبعا لا نستطيع مهما حاولنا أن نبرر أو نجعل ما يقوم به الإنسان مسوق لما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ليس من هذا، يعني نحن نتلمس الدوافع والأسباب
حتى يتجنبها الإنسان، مش عشان نحن والله نقول والله سلوكه هذا سلوك إيه، لا. يعني مثلا من الدوافع الأساسية لأن الإنسان يقع في مثل هذه الأمور، يقع في الغيبة، يقع في النميمة، يقع في إفساد ذات البين، ضعف العلاقة مع الله تبارك وتعالى، أنه لا يراقب الله، لا يخشى الله، لا يقدر الله حق قدره. ليش نقول هذا الكلام؟ لأن الله قال لك والله لا تغتاب الناس، لا تتكلم عنهم بسوء، لا تسعى بالمنكر بينهم، لا تسعى بالإيقاع بينهم، مش كده؟ وأنت وقعت. فإذا أول قضية دافعة وسبب في أن الناس تقع في مثل هذه الأمور، إذا رأيت الأمور منتشرة بين الناس فاعلم أن خشية الله بينهم قد ضعفت إن لم تكن قد انعدمت. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا فساد القلب، وهو مترتب عن ضعف الخشية. مجرد ما الإنسان والعياذ بالله يستمرئ الحديث عن الآخرين ويجد في هذه متعة، هذه إشكالية طبعا كبيرة جدا، إنه الإنسان يستمتع بعذابات الآخرين، ويستمتع بأن إيذاء الآخرين، ويستمتع بوجود الكراهية بين الآخرين. هذه إشكالية طبعا فوق إشكالية المنكر نفسه. الإنسان قد يقع في الذنب، ولكن أن يكون مستمتعا بالذنب، فهذا قد تصل إلى مرحلة أنه يستحل ذلك. كأن الأمر بالنسبة له يترفه فيها في المجالس، يجد يترفه ويتبع حديث الركبان كما يقال. نعم. لا، الأمر ليس كذلك. فهذه مما يبين أن هنالك مشكلة في قلب الإنسان، أن الإنسان لو ملأ قلبه وعمره بالله تبارك وتعالى وعظم حرمات الله عز وجل ما انتهك هذه الأمور. لأن فإن الدين كله سبحان الله يقوم على الحقوق مع الله والحقوق مع عباد الله، ما أكثر من كذا. فإذا أنت انتهكت حرمات الناس فلم تراعي حق الله تبارك وتعالى في أنك انتهكت أمره، ووقعت في المحظور في أنت أيضا وقعت في انتهاك حقوق إخوانك. أيضا من الدوافع والأسباب غالبا الحسد والبغضاء والكراهية. يعني بعض الناس تجد الدوافع يرون أن هنالك بعض الناس ناجحين مميزين، الله تبارك وتعالى أعطاهم من الفضل والإنعام ما لم يعطه لغيرهم، فبدل الإسلام يهذب فيك هذه المسألة، بحيث والله أنت تنظر إلى أن المنعم هو الله، وأن الخلق عبيد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. والله عز وجل على سبيل الاستنكار يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فآتى الله تبارك وتعالى بعض الناس فضل، أنت تحسد الناس على هذا الفضل الذي منحه الله لهؤلاء الناس، وهذه على كل تقع أيضا في كثير. بعض الناس كذلك يقع في النميمة ونقل الكلام على سبيل التقرب والتزلف إلى أطراف أخرى، وخصوصا إذا كان هذا المنقول إليه صاحب جاه، يكون في مدير شركة أو مدير مدرسة أو سلطة من السلطات عليا، وهنالك موظفين في الأدنى، فيقوم هؤلاء يتناقلون ينقلون الكلام إلى السلطات العليا على سبيل التزلف والتقرب، يثبتوا أن ولاءهم للمسؤول وأن ولاءهم للمؤسسة، فينقلون الكلام ويفسدون بين لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ما كان يحب أن ينقل إليه شيء عن أصحابه. ما تحدثوني، يقول لا تحدثون عن أصحابه. فكان يريد عليه الصلاة والسلام، وكان يقول إن الأمير إذا ابتغى الريبة في رعيته أفسدهم أو كاد. يعني إذا بدأ يتشكك في الناس الذين حوله ولا يتعامل معهم بحسن الظن، فإن ذلك يفسد العلاقات بين الأطراف. ولذلك هذا أيضا سبب على كل من الأسباب. أيضا مما يدخل في ذلك ليس فساد القلب فقط، ولكن فساد اللسان. أن الإنسان أيضا لا يتحكم في لسانه ولا يتحكم في مفرداته، ولم يعود نفسه أن يضبط هذا اللسان ليكون لسانا منضبطا. السلف رضوان الله عليهم بلغ بهم الأمر في بعض الأحيان أنهم يعدون الكلمات التي قالوها في غير ذكر الله خلال اليوم. سبحان. يعني كم كلمة قال خارج ذكر الله تبارك، يقول لك أنا تكلمت اليوم 5 كلمات 10 كلمات، مدركين هذا. سبحان. فهذه على كل من الأشياء التي أيضا تقع في فساد الألسن، والشريعة جاءت لتهذب كذلك هذه الألسن. أيضا من الدوافع والأسباب أحيانا الجهل بالأحكام والجهل بالمآلات. بعض الناس لا يعرف حكم النميمة ولا حكم الغيبة ولا أنها كبيرة من الكبائر، فتجد يستسهلها، بينما تجد سبحان الله يتحفظ جدا من كبائر أخرى قد تكون هي دونها،
ولكن هو يتحفظ من هذه ولا يتحفظ من النصوص القوية التي جاءت نصوص الوعد والوعيد ولا تطع كل حلاف من هماز مشاء نعم، هذه كلها هذه النصوص إن شاء الله التي يمكن أن نقف عليها. نعم. هذه لا يلتفت إليها الإنسان، ولا يلتفت، الأخطر من ذلك أنه لا يلتفت إلى مآل أفعاله. بعض الناس هو يقول الكلام وينقل الكلام من جهة إلى جهة وهو لا يدرك ما الذي ستؤدي إليه هذه الأمور، قد تكون كوارث، مش كده؟ نعم. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الحديث إن من الناس من يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله يقول هذه من الكلمات التي تنقل للأمراء وتنقل لأهل الجاه والسلطان، وقد يقتل بسببها شخص. يعني أنت أحيانا تقول كلمة لمسؤول إن والله قال عنك، وهذا يكون طاقية من الطاقات، لا يبالي بأرواح الناس ولا يبالي بدمائهم، وأنت هذه الكلمة التي قلتها أدت إلى كوارث. فأنظر يعني جهل الناس بالحكم ابتداء، وجهل الناس بمآلات أفعالهم. ولو كل واحد منا بالله يتصور إنه الله أو تتبع أو كشف الله له مسيرته وحياته، إنه والله أنت في أشياء سبحان الله تكون أنت قلت كلام ولم تبالي وذهبت وأحدثت فساد عريض من خلفك، لاحظت؟ وأنت ما مبالي. لو أن الله كشف لنا هذه المسيرة الطويلة وقال لنا والله تبعات أفعالكم هذه، لا أقول أفعالكم فقط، لكن التبعات التي أدت إليها الأقوال وأدت إليها الغيبة أدت إليها النميمة هي هذه. تصور حجم البلوى التي يمكن أن يقع فيها الإنسان وهو ينظر إلى هذا، ستراه يوم القيامة. لكن جهل الإنسان بهذه المسألة وعدم العلم بها يؤدي إلى هذا النوع من. أيضا بعض الناس والعياذ بالله يريد الإضرار بخصمه، قد تكون تقع خصومة من الخصومات وعداوة من العداوات، فيريد الإضرار بالآخر فيكذب عليه، يفتري عليه، يسعى للغيبة والنميمة، يقع للإيقاع به. على كل يكون دوافع النميمة نفسها أن والله يريد الإضرار، وهذا قصده أن يوقع. أيضا على كل أصحاب النميمة وهذا الذين يريدون هذا غالبا تجدون أن عظموا الدنيا في قلوبهم وضمرت الآخرة في نفوسهم. يعني الذين عظموا الآخرة وضعهم مختلف تماما عن هؤلاء. فأهل الآخرة تجد أنه والله حتى من اعتدى عليهم من أساءهم يتجاوزون، يقولون سنجدها في الآخرة، سنجدها عند الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء الذين ضعفت علاقتهم بالله وضعف الزهد في دنياهم وعظمت الدنيا عندهم، تجدهم دائما في هذه أيضا من الأسباب المؤدية إلى كثرة الغيبة وانتشارها عدم مواجهة صاحب النميم، اللي هو يأتي دورنا نحن في المجتمع. لو أن كل شخص جاءه شخص أسكته، ما حاول هذا الشخص أن يتحرك بعد ذلك، أو أقل شيء تقل دائرة تحركه. يعني أنت اليوم إذا أحرجت شخص وقلت له إياك أن تأتيني ناقلا لكلام أصحابي أو أحبابي أو إخواني أو أقربائي، لا تنقل لي كلام، لا أريد أن تنقل لي كلام الناس. جميل. فهذا كان يضيق، لكن المحور يحتاج إلى يعني على كل هذا. نعم إن شاء الله. أيضا من الأشياء والعياذ بالله التي تؤدي النميمة غالبا فيها احتقار الناس، الذي يحتقر الآخرين ولا يرى لهم حرمة ولا يرى لهم هذه. المسلم يضع قيمة كبيرة لأخيه المسلم، يضع قيمة كبيرة جدا أن هذا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يضع قيمة عظيمة جدا، لأنه والله هذا ممن شهد أن لا إله إلا الله، فالمسلم مكرم بغض النظر عن مستواه أو طبقته، إنما خلاص ما دام حرمته شهد أن له الحرمة وبالتالي تجنب. لكن بعض الناس والعياذ بالله هو يرى نفسه في طبقة أعلى ويستحل كل من دونه، لا إله إلا الله، قد لا يتكلم عن من فوقه، وهذه إشكالية طبعا، يتكلم دائما عن من دونه. وتجد أن الدوافع في نهاية المطاف دوافع قلبية ومرضية في هذا الإنسان. سبحان الله. بارك الله فيكم على هذا الإيضاح وعلى هذه حقيقة الجولة في يعني ما يجعل الناس حقيقة يضعفوا أمام الوقوع في شراك هذا الداء وهذه العلة وهذه حقيقة الأخلاق الرديئة. والقرآن له يعني حقيقة دلالات وإرشادات في علاج هذا الأمر والحذر حقيقة من الوقوع
لعل كما قال عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم إلى آخر من الآيات. أيضا يعني وامرأته حمالة الحطب، بعد أهل التفسير ذهب إلى أن هي يعني نقل هنا، ولعلك تبين لنا وجه يعني ما يفعله الحطب بالحرق، وأيضا دور النميمة في هذا الصدد. لعل نقف على بعض هذه الدلالات الإرشادات التي حقيقة المؤمن تدعوه إلى أن يكون وقاف وحذر من يعني الولوج في هذا الخطر. بارك الله فيكم. أولا أقول فيما يتعلق بموضوع الآداب، ليت الإنسان يقف سبحان الله دوما مع نفسه ومع أسرته ومع أولاده مع سورة الحجرات، هذه السورة العظيمة التي فيها يعني كأنما الحجرات كأنما أنت فعلا تخرج من حجرة إلى حجرة، من حجرة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي حقوق الله تبارك وتعالى إلى حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كده. فأنت تلاحظ كيف أن هذه الآيات أو هذه السورة اشتملت على ما يؤدي إلى تماسك المجتمع. مثلا إنما المؤمنون إخوة، لا يسخر قوم من قوم، لا يغتب بعضكم بعضا، اجتنبوا كثيرا من الظن. هذه المسألة إلى في نهاية المطاف يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، لأنه كأنما جزء كبير من الإشكالات هي أصلا غياب التصور الصحيح للعلاقة بين الناس، إنه والله في نهاية المطاف نحن كلنا لآدم وآدم من تراب. فإذا كانت الدوافع لمسألة الاستعلاء ومسألة السخرية ومسألة سوء الظن ومسألة النميمة ومسألة الغيبة هي أنك أنت ترى نفسك أفضل من الآخرين أو أنك أعلى من الآخرين، فالله يقول لك لا، الأمر ليس كذلك، خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه السورة على كل فيها الكثير إن شاء الله مما يمكن أن نغير. أما بالنسبة للنميمة فمعلوم أنها حرمت بكتاب الله، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وحرمت كذلك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني من الأحاديث التي يقول فيها لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة نمام، وكذلك أحاديث الغيبة التي ذكرناها وحديث البهتان، كل ذلك يدخل معنا على كل في حرمة هذا. وأكد كذلك أهل العلم بإجماع أن مسألة الغيبة والنميمة مما حرمته الشريعة، فهو ليس من قضايا الخلاف التي يمكن أن يقول الإنسان والله لا هي مسألة قابلة، لا، هذه مسائل محرمة واضحة داخلة في الحرمات وليس داخلة في أي شكل من أشكال ما قابلة للتصحيح أصلا، وبالتالي جاءت الشريعة على كل لبيان هذا الموضوع. مسألة ما تفعله الحسنات، ما تفعله السيئات هذه اللي هي النقيبة والنميمة، أنا ذكرت في أثناء الحديث كيف أن الإنسان سبحان الله يفقد يوم القيامة هذه الحسنات كلها وتذهب إلى غيره، مش كده؟ أو هذه الحسنات نفسها تذهب بك إلى النار، فتتلف هذه الحسنات كثير، هذه الأفعال السيئات تتلف كثير مما نحن فيه. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل لهذه الأمور على كل حرمتها وجعل لها مكانتها العظيمة التي لا بد الإنسان أن يستحضرها وأن لا يتساهل فيها، وهي من الكبائر. ومن كتب من أهل العلم من الكبائر كتبوا عن أن هذه تندرج ضمن إيه؟ ضمن الكبائر. نعم بارك الله فيكم. حقيقة يسير بنا الحديث لندخل إلى يعني الآثار الاجتماعية يعني لهذا الداء، وكيف أن لها حقيقة بعد خطير جدا في تفتيت أواصر يعني المجتمع، وهذا يتطلب أيضا بالمقابل من المجتمع يكون عنده حقيقة حصانة ودور سد ومنع لمثل هذه الآفات. يعني هذا الجانب أيضا يعني كعلاج وكوقوف مجتمعي لهؤلاء الذين ضعفت نفوسهم وتسلل إليهم هذا المرض العضال، كيف يمكن المجتمع أن يردعهم فردا وجماعات. نحب أن تضيء لنا هذا الجانب بارك الله فيكم. وعلى كل ما سبق من حديث حول قضية إصلاح ذات البين، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ومن خطورة موضوع فساد ذات البين، ومن كلام الله تبارك وتعالى في قوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس مما أمر الله تبارك وتعالى به ومما يؤجر عليه الإنسان وأن يسعى فيه، وهو كما ذكرنا أفضل من النوافل التي
ثم المجتمع الذي يسمح بهذا النوع من السلوكيات فإنما يفتت داخله ويفتت بنيانه ويفتت تماسكه ويفتت تعايشه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذه كلها حتى يكون المجتمع المسلم مجتمع متماسك. لماذا؟ لأن المجتمع المسلم مجتمع رسالي. المجتمع الرسالي بمعنى هذه الرسالة هي الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله وحماية الدين وحراسة العقيدة، وهذه لا يمكن المجتمعات المفتتة أن تكون قادرة على هذا الموضوع. واليوم نحن تقريبا نلاحظ هذا الموضوع، نلاحظ كيف أن المناطق التي تعيش حروب، مناطق التي لو لا نظرت إلى لب الشغلة ما هي؟ فساد ذات البين. هذه المجتمعات خلاص عرى المحبة وعرى الأخوة انتهت. فلما يتساءل الناس إن والله كيف يصدر من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وهو يقتل المسلم ويكبر وهو يقتله ويهلل وهو يقتله، يعني في مشكلة كبيرة جدا في هذا الجانب. وبالتالي كيف أن هذه الأمور التي نراها نحن بسيطة اليوم صارت في السابق إذا كان الإنسان يقول كلمة لا تتجاوز مجلسه، اليوم الشخص يخرج إلى اللايف ويخرج إلى الوسائط ومتابعيه ما شاء الله بالآلاف ويقول كلاما مرسلا لا دليل عليه، ويظل الناس يتناقلون وكأن هذا كلام لا يتطرق إليه الشك. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالله سبحانه وتعالى جعل الإقدام على انتهاك المسلم بغيبته أو بنقل الكلام عنه مثل هذه الجيفة التي ننفر منها إذا رأيناها وهي جيفة، ولكن عمليا نحن والعياذ بالله واقعين فيما هو أسوأ منها. وبالتالي المجتمع على كل مطالب بأن هذا النوع أن يواجه وأن ينصح وأن يبين كذلك مخاطر ما يمكن أن يؤدي إليه. يعني أحيانا قد تفكك الأسر بسبب ذلك، وقد تفتت المجموعات الأسرية بسبب ذلك، وقد تفتت كذلك المجموعات السكانية بسبب ذلك، وقد تفسد العلاقات بين الجوار بسبب ذلك، وقد يكون هنالك مشكلات حتى داخل أهل المسجد الواحد بسبب ذلك. كل هذا لأننا لم نستطع أن نسد منافذ الشيطان، وأن نصد كذلك هذا الذي يسعى بين الناس بهذه الفتن، أن نقول له توقف عند حدودك. فهذه على كل مهمة جماعية ومهمة فردية في نفس الوقت. كان السلف رضوان الله عليهم إذا جاءهم شخص وأراد أن يحدثهم كما ذكرت كانوا دائما يقولون له لا تنقل إلينا، لا تنقل. نعم. بارك الله فيكم. حقيقة هذا الجانب مهم يعني في التعامل ما ختمتم به، اللي هو موضوع يعني من ينقل هذا، يعني هو لو ما وجد حقيقة بيئة وتلقي وتفاعل لما يعني حقيقة تماضى في المصيبة شيخنا. المصيبة أن يكون هنالك من يهيئ مجالسه لذلك. هذا الأخطر. أنك أنت والله ما شاء الله تجهز الشاي وتجهز القهوة وتجهز كمان حاجات أخرى في سبيل أن يطول نعم هذا وإذا افتقد هذا النمام وهذا المغتاب في المجلس وكأنما المجلس فقد حلاوته. يعني هذه حالة مرضية بلا شك. إنما نصل إلى هذا النوع من الأمور أنه والله نستلذ بمحارم الله، نستلذ بالمعاصي، نستلذ بأنه نغتاب الناس، نستلذ بأنه ننقل الفتن بين الناس. هذه إشكالية على كل كبيرة وتحتاج كما ذكرنا إلى مقاومة ومدافعة وإلى بيان وإلى تبيين المخاطر وتعليم الناس. وغالبا هذه الأمور سبحان الله نحتاج أن ننشئ عليها الأطفال. يعني حاول قدر الإمكان طفلك أن لا تقبل منه مثلا نقل الكلام عن إخوانه، نقل الكلام عن أصحابه. احرص قدر الإمكان أنه والله لا يتعود هذا السلوك مثلا. فإذا تربى الطفل في بيته ورعي رعاية خاصة في أنه والله الغيبة حرام، النميمة حرام، كذا، فهو يدرك عندما يكبر بأنه والله هذه الأمور نشأ عليها بأنها من المحرمات، فلا يحاول أن يقتحمها. لكن التساهل منذ الطفولة والصغر، أو أحيانا نحن ممارسة هذا السلوك نفسه أمام الأطفال. يعني أنت كيف تتكلم عن الآخرين وتقول لطفلك لا تتكلم؟ لا، صعب. أنت تغتاب الناس وتريد للطفل ألا يغتاب الناس، صعب. هذه كلها تحتاج إلى نعم يعني السلوك نفسه تكون متوافق.
نعم شيخنا، بعض الناس قد يجهل الحكم الشرعي لهذه الآفة، ربما يعتبرها يعني أمر، ذكرتم أنها من الكبائر، فيعني الكبيرة معناها محرمة أو شيء دون ذلك، أو يعني أمر خطير بهذا الشكل. يعني حقيقة هذا لو بينتم لنا الحكم الشرعي في هذا مما استمعنا إليه من النصوص. ثم أيضا حقيقة في سبيل العلاج يعني ودور أيضا الوسائل المختلفة، كيف يمكن أن تعالج ويكون لها تأثير، سواء ما أشرتم إليه من البيت والوالدين وغير ذلك، وحتى الإعلام. هذا جانب. الجانب أيضا من له السلطة، يعني هل السلطات أيضا حقيقة إذا كان كلام يشي بإفساد، إشاعات ونحوها، وهذا الآن حاصل يعني، وضبط الكلام كذلك وإرساله في الفضاء من غير أي اعتبار، لا من حرمة شيء ولا حرمة الأشخاص ولا حرمة الدين. يعني بارك الله فيكم. أي نعم. أول بالنسبة للكبيرة، إنما أنا ذكرت بأن النميمة والغيبة من الكبائر. الكبائر دائما هي الأحكام المقطوع بها وليس فيها جانب ظني، مقطوع بحرمتها، ولكن ليس مقطوع بحرمتها فقط، إنما مقطوع بحرمتها مصحوبة بعقوبة. هذه العقوبة إما أن تكون حدا دنيويا أو تكون وعدا بالعقوبة الأخروية. فصحيح النميمة ما عليها حد في الدنيا، بمعنى ما في مثلا نص ثابت بأنه والله يعاقب في نميمته بالعقوبة الفلانية، لكن العقوبة الأخروية واضحة. ويكفي أن الإنسان يتوعد بالحرمان من الجنة، وأن يكون وعده بالنار، هذه كلها. وأن يكفي أنه بمجرد أن صار من أهل النميمة أنه دخل أو خرج من العفو الإلهي المشتمل لأصحاب الصغائر، الذي قال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، مش كده، سيئات. أيوه. فالله عز وجل يعني قال لك والله أنت اجتنب لي الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر أنا موضوع الصغائر أغفره لك. كل منا يؤتي الصغائر، من منا لا يؤتي الصغائر؟ الصغائر التي يعني فيها مخالفات لكن لا تبلغ حد إيه؟ حد الكبائر. فهذه كثير من الناس يقع فيها. فالله تبارك وتعالى مما جعله في دائرة المكفرات أنك أنت تجتنب الكبائر. فالذي وقع في النميمة وصار سلوكا معتادا له خرج من أنه يغفر له الصغائر، فستظل هذه الصغائر تتراكم عليك حتى ربما تؤدي بك إلى الهلاك. فهذا هو موضوع الكبيرة ومخاطرها. وأنا ذكرت أنه من المخاطر أحيانا قد تؤدي إلى أمور أنت لا تضع لها حسبان، يعني لم تكن في حسبانك. أنت تقول لشخص كلمة وقد يكون الشخص الآخر ليس ضابطا لنفسه، وقد يغضب غضبا شديدا، وقد يذهب ويرتكب جريمة في الطرف الآخر. هذه كلها صاحب النميمة والغيبة هو لا يبالي، أو ليس ممن يضعون اعتبار لمآلات أفعالهم، ولا يبالي إنه والله أو ما يسأل نفسه إنه والله هذا الفعل أو هذا التحرك أو هذا التصرف الذي أقوم به سينتج عنه أفعال ربما تؤدي إلى مشكلات كبيرة. فعلى كل هذه كلها تحتاج فعلا إلى وعي مجتمعي ووعي على المستوى الفردي. فللمسجد رسالته، وللمدرسة في ذلك رسالتها، وللمجتمع كذلك رسالة طبيعة الحال. لكن الأفضل في كل ذلك أن الإنسان ابتداء يراقب نفسه ويتربى على أنه والله هذا اللسان يجب أن يكون محميا ومحروسا. والجانب الثاني أيضا أن لا يستقبل استقبال من هو وضع طبيعي، لا، هذا ليس طبيعي، هذا مريض. هذا الذي يسعى بين الناس بالإفساد هذا شخص ليس سويا. ولا حرج أيضا في تقديري إذا ترتبت على هذه النقولات مفاسد أن تتدخل أيضا السلطات في فرض مثلا بعض التعزيرات على مثل هؤلاء السفهاء الذين يوقعون الفتن بين الناس، وربما تقوم أحيانا حروب قبلية بسبب واحد مثلا ينقل بين الناس، وتقع الناس سنين في هذه الحروب. وصارت الآن أيضا الجرائم المتعلقة بما يسمى الآن بخطاب الكراهية صارت تقنن له السلطات كذلك قوانين معينة حتى يمكن أن يصل بالإنسان إلى السجن أو تصل إلى عقوبات على كل مختلفة. فهذه كلها من الأشياء إن شاء الله التي يخفف بها المجتمع. ولكن أنا متأكد لو أن الناس شعروا بأن والله صاحب النميمة منبوذ وليس مرحب به ستخف المسألة كثيرا. نعم.
بارك الله فيكم. في ختام حقيقة هذا الحديث الشيق الممتع والذي أعطانا ضوء عن خطورة هذه الآفة وأثرها في الفرد والمجتمع، فحري بنا معشر المستمعين المشاهدين المشاهدات أن نكون استفدنا إن شاء الله تعالى، ونحرص دائما على صيانة سنتنا من هذه الأمراض التي حقيقة تؤثر على القلوب وتؤثر على الأخلاق وتؤثر على سمعة الإنسان، علاقته بربه وعلاقته مع أخوانه ومع مجتمعه. ومن هنا هذه دعوة بإذن الله نافعة ومفيدة، أن يكون مثل هذه الأخلاق منبوذة والمؤمن حريص على الابتعاد منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نكون استفدنا وتربينا على هذه الأخلاق وعلى مجانبة كل ما يخدش قيم المؤمن وأخلاقه السمحة، وما يوطد أيضا نحرص على ما يوطد الأخوة وعلى ما يبعث دائما على اللحمة كما استمعنا من كلام الشيخ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وكما نتوجه إليكم بالشكر لحسن استماعكم، نشكر كذلك فضيلة الشيخ على ما قدم لنا من هذا العلم النافع. نلتقيكم إن شاء الله في لقاء قادم في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.